غدانا النهارده محبوب الملايين مكرونه وبانيه. هنا كنت نسيت طبعا بقيه الحاجات البيض والفيجيتار، بعت يوسف جاب فيجيتار ونسكافيه للميس، والبيض كان عندي. طلعت بيضه من التلاجة كده، وبدات بقى ان انا احط التتبيله بتاعتي اللي انتوا عارفينها. الدقيق على اسمه ايه، بصل بودرة وتوم بودرة وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وشوية من المية. واوقات كتير بستعوض، ببدل قصدي معلقة الفيجيتار، قصدي معلقة الدقيق بمعلقة كبيرة من الفيجيتار مع شوية مية كده، وقلب قلب قلب لحد لما ناخد قوام غليظ، وعلشان يمسك كده ايه في البنهاية. خلاص كده هنجيب بقى البانيه بتاعنا. بسم الله. ونحط كله في التتبيلة اللي احنا عملناها. بس كده. جبت بقى هنا الفيجيتار، هحطه في العلبة بتاعته على الفيجيتار اللي متبقي من المرة اللي فاتت. قلب قلب بقى وسيبه كده، وهنروح دلوقتي. كنت هنا قلت هعمل البانيه كده بالبقسماط وبتاع. فاللي هو لا، قلت بتروح على البوتاجاز، خلصي المكرونه والحبشتكنات دي، وده امره سهل. فعلا الاول كنت حاطه الطاسه دي او البوله دي، مش عارفه اسمها ايه، كنت هسلق فيها المكرونه بصراحه. فقلت لا، دي صغيره وبتاع بقى، ولا تعجن المكرونه ولا حاجه. قلت لا. ودلوقتي هتلاقوني ان انا بدلتها بالحله الكبيره. قلت بقى دلوقتي ان انا اعمل البصل. بسم الله. طبعا انتوا عارفيني البصل بتاعي بحبه ان هو يكون متحمر كده، واخد كده لون حلو. بيدي بصراحة طعم هايل هايل في للصلصة. ده اللون اللي انا بحبه. هنا كنت غيرت الطاسة للحلة. الصلصة دي تحفة 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 تحفة. اسمها كنزي، رهيبة رهيبة اقسم بالله. انا لو لقيت منها برطمانات اكيد اكيد هجيب. تقيلة، طعمها حلو جدا. رهيبة رهيبة حرفيا. الكيس منها ده ب5 جنيه. واللي لفت انتباهي ليها ان هي فعلا تقيله تقيله، لان انا اصلا الاول خفت كميه الصلصه دي ما تكفيش وكده. فلا، بعد كده بسم الله ما شاء الله، حتى بصوا فضلت ان انا ازودها ميه كتير علشان تخف. هي كانت سميكه جدا. ف... فان شاء الله لو لقيت منها برطمانات بتتباع اكيد هجيب. انا بقى الميه كانت غليت، ويوسف كان جاب لي برضو. انا هنا كنت اكتشفت ان انا ما عنديش مكرونه اقسم بالله. جاب لي كده مكرونه سايبه، هي حلوه لطيفه يعني. بس اللي هو ما تسهيش عليها، انا كمان سهيت عليها لان انا طلعت اتكلم مع الميس ونظبط مواعيد الحصص الاضافيه وكده. ف فاللي هو انا كنت متعطله ومحروجه ان انا استاذن عشان اروح اكمل الاكل وبتاع. فاللي هو خلصت كلامي معاها ورجعت لقيت يعني لحقتها. هنا بقى كانت الميس قربت تيجي، او كانت جت، لا هنا جت. فقلت بعمل لها المشروب بتاعها، بحط كده نسكافيه، وبحط البرطمان ده للسكر زي ما انتوا عارفين. وبستنى بقى الميه تغلي، وبعد كده بحط لها كوبايه ميه. وبستنى بقى الميه بتاعت النسكافيه تغلي، واقوم صباه. هنا بقى كنت صبيته وطلعته لها، واكتشفت ان المكرونه اتعجنت نوعا ما. حتى بصوا عامله ازاي. فالحمد لله يعني، الحمد لله. والصلصه بصوا تقيله وعجباني عجباني، وريحتها تحفه تحفه تحفه. بدات بقى هنا ان انا اقلي البانيه، طبعا عشان الحاج صاحب البيت ياكل. فاحنا بقى كنا هنتغدى بعدين، احنا الحمد لله فطرانين وشبعانين ومهيصين. وقلت حتى هقلي له بطاطسيه واحده بس، مش هكتر. فحرفيا قشرتها كده وقطعتها، وهحطها مع شويه ملح كده. وخلاص تتقلى بقى، مع عقبال بقى لما البانيه يتقلي تكون هي كمان اتقلت، والحمد لله على كده. قلت اشغل النار تحت الصلصة علشان تسخن. ومع تقلبتين كده للبانيه خلاص كده. دي مناديل عادية، المناديل اللي انتوا كنتوا شايفينها قدامكم، مش مناديل مطبخ. حطيت بقى كده الصلصة الرهيبة دي، حتى انا قلت يا ريتني كنت كترت في المكرونة. كان طعمها تحفة بصراحة، تحفة.
بس كده، ونستنى بقى البطاطس لما تتقلى علشان نحط الاكل للحاج صاحب البيت. هنا بقى خلاص كانت استوت، طلعتها كده جنب البانيه لحد لما بسم الله الرحمن الرحيم، لحد لما اجيب الطبق ده. طبعا انا ما بحبش بقى احط في اطباق كتير ومش عارف ايه، بما ان في ميس وكده وهيحط الاكل فين وبتاع. فالحل هو الطبق ده. الطبق ده بحط كده فيه شويه من المكرونه، هو طبعا زي ما انتم شايفين كبير. وبحط بقى البانيه كده جنبه، بحط البطاطس جنبه، وكمان بقطع له طماطم عليها كده ملح وشطة وليمون، هو بيحبها كده. فهو بصوا يعني ما شاء الله الله اكبر. بيقولي خش عليا خش، اللي هو بص هل عليا هلي. فالحمد لله يا رب. اهي الصلصة الطماطم، فقلت اوسع لها كده مكان. انا اوقات كتير بحطها بالطبق، بس اللي هو مش عارفه إيه اللي خلاني المره دي عملت كده، بس عادي عادي حلو قوي. بس كده يا بنات، ده كده كان فيديو لطيف كده هادي كده النهارده، قلت ادوق اقسم بالله طعمها تحفه تحفه تحفه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.